صباح الخير على احلى فانز في الدنيا. معلش انا اتاخرت عليكم النهارده عشان كان عندي غسيل ومسح. أهلا بحضراتكم. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وملخص فيلم جديد. أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. سلام. بيبدأ الفيلم والطفل ده خارج من المدرسة مع مامته. بيحصل ايه؟ بتيجي عصابة تضرب نار وتخطفه من أمه، ويتصل بابوه يقولوا احنا عايزين 1,000,000 روبية، انت تاجر غني وعايزين الفلوس ده عشان ابنك يفضل عايش، وإياك تبلغ الشرطة. وهنا جو كان لسه منقول للمدينة ديت، وابوه قاعد بيتفرج على الأخبار وبيقول له قضية دي لأخوك ولسه هو على مشامه، مش هينفع الكلام ده وممكن يبهدل الدنيا. قال له ابنك هو اللي عايز كده، ما تقلقش عليه. قال له يا عم ربنا يستر. الشرطة بتخبط على المخزن اللي خدوا فيه الطفل الصغير، بيفتحوا الشباك كده بتاع الباب. قال لهم ما تقلقوش، جول هيخش لكم من الحيطة منش من الباب. دخل فعلا بعربية جيب ومش عارف دي حمولة كام راكب، دخلت كسرت الحيطة وخد الطفل ركنه على جنب ونزل فيهم طحن ومطحنة ورفعهم واداهم علقة متينة. جه ظابط بيسأل عليه قال لهم ما تقلقوش، جول بيتصرف معاهم جوه وخليكوا قاعدين هنا اشربوا قهوة. عمال يضرب فيهم ويعجن فيهم، وده المطلوب إثباته. وده الراجل بتاع الجزء الأول عمال يرقص معاه. والمعلم جول خد الواد وخرج من جوه وسلمه لأبوه وقال له أنت معاك 1,000,000 روبية، كده كده كنت هتدفعهم، هاتهم يا باشا. وخد 1,000,000 روبية. والشرطة هنا واقفة حواليه وبيعمل لقاء صحفي. واحد من الشرطة بيقفل الباب على المساجين، قال له لا، وكسر الباب. قال له يبقى فيهم ذكر يطلع من هنا وانا اوريه. وخد بعضه وطلع من القسم، لقى الناس عامله له احتفال، قعد يرقص رقصته الشهيرة المشهورة. وروح على البيت لقى ابوه قاعد مستنيه، ومراته واقفة على الباب مبسوطة برجوعه ونضارته الشمس لسه على عينيه. قال له يا والد انا خدت 1,000,000 روبية، اديت للشرطة 200 وخدت 800 لحسابي الخاص. قال له برافو عليك يا جميل. قال له لا يهمك، ابنك تقيل. يصحى كل النوم. قال له نام تاني. بيغلس عليه مش عارف ليه. واخوه ماسك صورة مراته حبيبته. مرات اخوه بتقول له مالك قلقان كده ليه؟ قال لها وحشتني وما شفتهاش من زمان. قالت له بسيطة يا برنس. قال لها ان شاء الله بسيطة اكيد اشوفها قريب. والمعلم شير واقف قدام صورة بيخليها تختار معاه اللبس اللي هو بيلبسه. وخرج راح لابوه اداله تليفون هديه، قال له خد يا باشا اسمع الاغاني. هو ماشي قلت صوره واحده كده على التليفون واتصل بابوه، قعد يضحك وماشي ركب العربيه. لقى بيزعق مع ابوه، قال له ما تزعلوش كده ياض. راح لاسم المأمور لقى عمال ياكل بيتزا بلغد، ده اسمه المأمور ابو لغد. قال له نجيب البيتزا دي ببلاش، لان خدمه التوصيل لو اتاخرت نص ساعه بتبقى البيتزا ببلاش، وبخلي الشرطه تعطل الواد بتاع الدليفري عشان اخد البيتزا ببلاش، وعارف ان هو راجل نصاب ومرتشي. قال لهم نكرشك يا باشا. وده واحد بيتصل بالعصابه قال لهم الواد اللي هيحترف علينا خارج دلوقتي. جري وراه بموتوسيكل وطلقه خلصت عليه وانتهوا منه. وهي هنا امه عماله تعيط وتبكي عليه وتقول لهم هاتولي حق منه. يا باشا المجرم الخطير اللي دخل المعبد قال ايه بيتعبد هناك والناس كلها واقفه بره. واحد بيقول انا هخش دلوقتي المعبد، طلع اخوه قاعد يهاجم فيه. وخرج باتشا من جوه، والواد اخوه بيشايف بنت كده معجب بيها جدا وعايز يعكسها. واخوه بيكلم العصابه قالوا له خلاص خلصناك من الواد اللي هيعترف علينا والدنيا كده في الامان. قال لهم طيب انا مسافر لما ارجع نتكلم. الضابط الجديد دوت لكل غربان له شده، وانا لما ارجع له هتفاهم معايا، اتفاهمنا يا قتلته. المعلم جول عمال هنا يلعب كرة طايرة مع المساجين. جه واحد من الشرطة قالوا دي صورة العيال اللي قتلوا الواد اللي كان يعترف على الواد الحرامي الكبير. باشا خد الناس بتاعته وخد موتوسيكله وراح لهم. واحد منهم قال له ما تخافش ياض، احنا شكلنا كده ناس محترمين محدش هيعرفنا، بيلبس النضارة وبيرسم. قام جاي خبط المعلم شول طلقة، وخبط التاني طلقة ولع في الدنيا وقعد يهاجم فيهم. واحد جاي يضرب الظابط بتاعه بالرصاص، قام جاي ماسكه وضربه وحط المسدس في بق الواد البغل ده وقعد يضرب نار بس المسدس فاضي. اداله شلوت اشبراي قلبه وجري. قال له وحياة امي لما اوريك، وجاي يجري قام جاي مديله طلقة مخلص عليه.
قال له احلف براحتك يا حبيبي بس مش عليا. وخرج هنا بقى هو بقى الزعيم الأباصيري بتاع المدينة. قال له انت قتلتهم ليه؟ قال لهم هم اللي ضربوا علينا رصاص في الأول وكنت بندافع عن نفسينا. الموضوع انتهى يا شباب، خلص اللقاء. هنا عامل فيها الزعيم 100. راح قالوا للمعلم باتشا الحق رجالتك اتقتلوا، وقال عليهم الواد شول الظابط الجديد انهم حرامية. قال له خلاص ماشي انا عارف انا هتصرف معاه ازاي، سيبني دلوقتي. وراح للمأمور يتكلم معاه. المأمور بيقول له ليه ما قلتش ان الرجاله اللي ماتت دي رجاله باتشا وكنا خلصنا؟ قال له لا انا هقبض عليه بطريقتي الخاصه متلبس يا باشا، سيبها عليا انا دي. ومراته مستنياه عشان يشتروا حاجات مع بعضيهم. اتأخر عليها والطريق واقف، خد عجلة وجري عشان يلحقها. جاي يدخل باب المحل اتخبط في الإزاز، عمالة تزعق معاه نكدية وهو بيحاول يرضيها بأي شكل. خرجت من الماركت ده وماشية برضه، عمال يعاكس فيها مفيش فايدة، يغني لها ويرقص لها ومفيش فايدة، لحد ما روح البيت وعمال يتكلم مع كل عايز ينام وهو قاعد. قال له انت مالك زعلان ليه؟ مراتك وحشتك ولا ايه؟ قال له يا عم لو وحشتني ولا حاجة. قال له لا انا عارف انها وحشتك وهقول لك على فزورة، لو عرفت تحلها تبقى هي ما وحشتكش وما بتفكرش في حاجة. هتعرف تحلها؟ قال له ما بحلش فوازير. وانتهت قصة الفزورة هنا. والمعلم ساب والواد راح لابوه. قال له اخويا شول عمال يتريق عليا. قال له يا عم روح نام، ورجالة الواد باتشا عايزين يعدوا من المرور هنا بالكارتة، مش عايزين تفوق حاجة، ضربوا الراجل بالرصاص. هنا شول مسكهم ومسك الواد اللي ضرب النار قاعد يعجن فيه. فقالوا ده هيخرج بكرة بكفالة. قال لهم خش ادوله علقة متينة كده عشان يخرج متعلم عليه. وقفوا كل عربيات الواد باتشا ده، ما تخلوش عربية تعدي لما تتفتش. اخو باتشا بيقول لهم خدوا فلوس كده كده بنديها لكم وسيبوا عربيات تعدي. شول قال له اتكلم بطريقة احسن من كده عشان ما اذيكش. قال له انا اتعود تتكلم كده مع الشرطة وما عنديش كلام غير كده. قال له حاضر انا هعرفك ازاي تتكلم مظبوط. وقعدوا يتريقوا عليه. وهنا مؤتمر للشرطة طلع الواد جول فلوس اللي خدها من الواد التاني ده رشوة اخو باتشا، واداها لولاد الشرطة، اولاد ظباط الشرطة اللي ماتوا، وقعد يرقص ويغني معاهم وماهوش حاطط في دماغه حاجة. وهنا مؤتمر للواد باتشا الحرامي عامله عشان مترشح للنواب. واقف المعلم شول عمال يمص في المصاصة. وهنا المعلم بتاع الواد باتشا اللي علمه النصب والاحتيال. واحدة جاية تقوم قام جاي ضاربها واحد من رجالة باتشا، قام جاي شول مديله بالقلم على وشه وقال له عشان تحترم نفسك. وباتشا واخواته عمالين يقولوا حاضر احنا هنرب بيه. قال له ما تقلقوش انا روضت 4 قبله هو الخامس. خدوا المأمور وراح المؤتمر معاه الحفلة اللي هو عاملها باتشا. وباتشا بيسلم على شول وماسك ايده بيعصرها. وشول بيقول الراجل ده اتهبل ولا ايه؟ قال يعني كده هيخاف منه. قال له اوعى ايدك انا عارف عنك كل حاجة، بتاكل ايه وبتنام امتى وبتصحى امتى، حتى مقاسات بوكسراتك انا عارفها. تلم يا حبيبي وخد جنب يا بابا. وسابه ومشي وما حطوش في دماغه. راجل ياض ولقى الناس بترقص وتغني راح يرقص ويغني معاهم. والمعلم باتشا هيموت. واخواته بيقولوا له احنا اتأذينا واتبهدلنا وما جبتلناش حقنا. قال لهم انا هجيب حقكم وحقي بس بدماغي، اقعدوا ساكتين. وهنا المعلم شوم ماسك ابوه عمال يعاكس فيه، بيقول له احكي لي كده ذكرياتك مع امي. قال له يا تهد ونام. قال له يا عم مش نام معاك انا رايح لمراتي. وقام جاي ماسك التليفون وعمل نفسه واحده ست او بنت وقعد يتكلم معاه ويعاكسه عشان ما يناموش طول الليل، وقعد يضحك وسابه ومشي. وراح لمراته عمال يطلب منها طلبات كتير، ومراته متضايقه منه قوي لانه عم بيعملها زي الخدامه. وقام جاي مديها بوسه على الطاير وخد بعضه ومشي. وده اخو الواد باتشا راح لابوه ماشي. قال له تعالى يا حاج اركب، وشد ركبه في العربيه. قال له قول لابنك يكن ويتهدى عشان ما نأذيهوش ونأذي اهله معاه، ده تحذير وقد اعذر من انذر. ينزل يا ريس. ونزله من العربيه وسابه. والمعلم باتشا هو اللي قال لهم اعملوا كده. والراجل ده قال لابني شول على كل اللي حصل، وقال له يا ابني احنا عايشين في امان بقالنا سنين، ما تجيش تبهدلنا معاك. قال له حاضر يا كبير. وهنا الواد اخو باتشا بيعاكس البت دي، ما كانت ماشيه مع جدها، بيقول لها لو فرحك تم بكره انا هقتلك عريسك. راحت تقول لجدها وراحوا جري على الاسم عشان يبلغوا، عشان يلاقوا حمايه هناك. بيبلغ جدها بيقول لهم احنا العرس بكره
وابن باتشا قال ان هو هيقتل عريسها لو تم الجواز. نعمل ايه دلوقتي؟ شول قال له ما تقلقش انا هاجي احميك انا بنفسي، اتكلوا على الله. راحوا فعلا عملوا الفرح، وراح اخو واد باتشا الفرح ونازل من الميكروباص ودخل عليهم قال لهم انا العريس الجديد، وعمال يضرب في الناس كلها ولا همه حد، ورفع المسدس في وش عريسها وبياخد البت ويمشي. لقى المعلم شول في وشه قال له بقول لك انا هنا حاكم المدينه، بعد عني عشان ما علمكش الادب. قال له ادب مين ياض، انا اللي هعلمك الادب. ومسكوا طبعا المعلم شول اداله علقه حلوه متينه بعد نظرات ثاقبه دائبه، قام جاي يلاوي رقبته كسره كده، خلص عليه وموته، وانتهت قصه الواد ده كمان. ابو جول قاعد زعلان ومتضايق من اللي حصل، قال له مش هيسيبونا في حالنا وهيخلصوا علينا واحد واحد. باتشا ده راجل مفتري وانت ما تعرفوش قدي. قال له انا اللي هخلص عليه وما تقلقش. راح باتشا للمأمور بيقول له ازاي يا اخويا يتقتل ما تحقوش حتى مع الظابط اللي قتله. قال له ما تقلقش انا هفتح ملف القضيه من جديد. قال له مش جالك هنا يا ابو لغد عشان تفتح ملف القضيه، انا جاي اعرفك ان الحرب دي بدات بيني وبينكم من دلوقتي. انتهى الكلام يا ابو لغد. ابو لغد عمال ياكل ولا في دماغه، هو خارج من عند المأمور لقى المعلم جول في وشه وقال له الحرب بدات بيني وبينك، اخليك تندم على اليوم اللي اتولدت فيه. قال له انا اللي هخليك تندم على اليوم اللي اتولدت فيه. والمعلم جول نام جنب مراته زعلانه، افتكرت ان ابوها مات بسببها. قال لها ابوكي مات عشان احنا نتجوز، عيشي حياتك يا بنت. وخدها قعد يتفسح معاه وركبها وراه على الموتوسيكل، واد سواق متين. وراح للدكتور قال له مراتك حامل يا معلم، ما تقلقش وخلي بالك منها. وخارج من عند الدكتور لقى المأمور ابو لغد بيقول له انا عملت جواب لنقلك من هنا عشان باتشا مش هيسيبك في حالك، ومراتك حامل عشان خاطر ابنك. قال له خلاص سيب الموضوع ده انا هفكر فيه. يا ابو لغد انت ابو دماغ مفيش فايده فيه ابدا. راح لابوه قال له خد يا بابا انا عملت فلوس التامين على حياتي، لو حصل لي حاجه انت اللي هتقبض البوليسه دي. قال لي يا ابني ما تقلقش انا لسه بصحتي، ده انا هكسر لك عظمهم كلهم. وحضنوا بعض ومبسوطين قوي هما الاتنين. والمعلم باتشا بيضرب واحد من الحزب عشان بيقولوا لازم تدعم رجال الشرطه، والمعلم بتاعه قال له اسمع الكلام عشان تنجح في الانتخابات. طلع المعلم باتشا في المؤتمر قال لهم انا بدعم رجال الشرطه، حتى بدعم شول اللي قتل اخويا، لان اخويا ده كان واد فاسد اساسا، واخواته واقفين حواليه بس الكلام من ورا قلبه. وهو جاي يركب العربيه لقى المعلم جول قدامه قال له بقول لك ايه ايامك اللي جايه معدوده، بس اصبر لحد ما انجح في الانتخابات. قال له ما تقلقش انا امنت نفسي، ويا ريت تعمل كده عشان انت اللي شكلك هتودع بدري بدري يا حبيبي. واخوه راجع من البيت لقى شنطة سفر، بيقول لمرات أخوه شنطة مين دي؟ قالت له ده بنت عمي. بيبص لقى البنت باتنا مراته جات له من السفر، مش مصدق نفسه إن هي قدامه، نايم في السرير جنبها سعيد أوي مسبهل وفاتح بقه وبيخبط على باب أخوه. قال له خلاص يا حبيبي أشكرك أنا عرفت اللغز اللي أنت قلتلي عليه ومانيش فاكره. وخدها هنا بعد قعدوا مع بعض فترة عشان تروح. قالت له خلاص أنا هبقى مدرسة عشان أقدر أصرف على أولادي، لأن هو ما بيشتغلش خالص وقاعد في البيت. خدها وصلها الأتوبيس وراح لأخوه قال له أنا عايز أشتغل يا شول بأي شكل، شغلني معاك ضابط شرطة. هناك بيشتغلوا في الشرطة كده عادي، أي حد من الشارع يشتغل في الشرطة. قال له اوكي تمام. وقعد هنا بياخد اقوال واحد، واخوه شول واقف قال ايه تنزل وتفر الدمعه من عينيه، وبيفتكر انه كان بيضربه زمان وهو فاشل. يا سلام على الحنيه، يا سلام على الطبطابه. وهنا المعلم شول عمال يرقص ويغني، مش عارف بيحب الرقص والغنى ليه. وجه المعلم باتشا نرفز بيتكلم مع اخوه. جه المعلم بتاعه قال له بقول لك استقيل من الحزب ده احسن، القيادات متضايق منك عشان ما بتحضرش معاهم اي اجتماعات. قال له يا عم ما تكلمنيش كده، واداله بالقلم على وشه مش يطلع بره ومشاه. وجات المعلمه دي بتقول لجوزها انا عايز اخرج اتفسح شويه واروح المعبد. قال لها اخويا هيجي يوصلك وروحي معاه اصل انا مش فاضي. زعلانه عشان مش فاضلها وصالحها وبسها كالمعتاد، وخد بعضه ومشي. خدها اخوه وراح المعبد عشان يتعبدوا هناك شويه ويولعوا نار وبعد كده يطفوها. وهم رايحين المعبد وخارجين منه لقوا المعلم باتشا قدامه، خبطها وضربها، وقعها من على السلم وضرب اخوه شول بالرصاص في كتفه، وقال لها لازم الطفل اللي في بطنك ده يسقط. وجري الواد شول على المستشفى وقال له ما قدرناش ننقذ الجنين. دخل على مراته ولقى اخوه مضروب بالنار،
وابوه قاعد. مراته قالت له انا عايز احقق ابني اللي مات. قال لها انا هقتله واقتل عيلته كلها وهجيب طار ابني وطار البلد كلها، ما تقلقيش. لقى واحد هنا يبلغ المعلم باشا بالتليفون، ضربه وخد التليفون وقال له انا جاي لك، نهايتك قربت يا روح امك انت كمان. وفعلا رمى التليفون، والمعلم باتشا هنا بيجهز الرجاله كلها عشان يخلص عليه. وشول راح له بالعربيه لوحده وقعد يضرب فيهم بالرصاص تك 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 ويموت فيهم. جه واحد مسكه بيخنوه وقعدوا يضربوا في بعض زي ما احنا عارفين، علقه متينه ضربوه وقعوا على الارض، لكن قام في الاخر طبعا زي ما احنا عارفين برضه وعينيه كلها غل وقعد يضرب فيهم وخلص عليهم لحد ما فضل باتشا بس لوحده. وهنا قطم رقبة الواد ده برجله، التكة دي حلوة دي. ومسك المعلم باتشا قعد يضرب فيه ويطحن فيه. جه المأمور قال له سيبه كده مضروب واحنا هنقبض عليه ونسجنه. قال له تسجن مين؟ قال له خلي بالك يا شول انا قتلت ابنك وهتعيش طول عمرك حزين. قام جاي ماسك المسدس ومديله طلقه ومخلص عليه، ودي كانت نهايته وانتهوا منه للابد. وفي الاخر برضه خلف هو ومراته وعاش سعيد، ودي كان نهايه الفيلم. ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في امان الله. باي يا بشر.